السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا صوت من فرجينيا، الولايات المتحدة الأمريكية، يقدم لكم جميل أمان محمد نبذة عن تاريخ نضال المرأة الإريترية. أولاً أقدم شكري وامتناني لجمعية المرأة الإريترية في أمريكا الشمالية إيوانا على إتاحة لي هذه الفرصة للتحدث بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة الإريترية، وخاصة نضالات المرأة الإريترية في الماضي والحاضر. أيها الإخوة والأخوات، في بداية الثورة الإريترية وفي عهدها الأول كانت للمرأة الإريترية حضور واضح، حيث كانت تعقد اجتماعات سرية في البيوت للتشاور والتفاكر. وإن المرأة الإريترية حينها، وإن لم تشارك بشكل فعلي في بداية الثورة، ألا إنها لم تكن معزولة عن الذي كان يحدث حولها، فكانت تراقب وتشجع بل وتحث المناضلين وتشد من أزرهم، وكانت تهيئ موقع الاجتماع، وعند انعقاده كانت هي وأبنائها وبناتها يقومن بدور الديديان الحرس حتى ينفذ الاجتماع. الثلث الأخير من الستينات مرحلة التشكيلات زوجات وبنات المناضلين، ومن أبرزهما السيدة فاطمة محموداي، والسيدة جمعة عمر، السيدة الرحمة، والسيدة مريم ملكين، والسيدة فاطمة حسين، وستنا سعد وسعدية تسفو، والتي كانت ساهمت في عملية تسفية أحد عملاء المخابرات الإثيوبية في مدينة الثورة الإريترية كرن. وفي حقبة السبعينات، والتي شهدت تدفقا هائلا من كل الأطياف والأديان السماوية، من المسلمات والمسيحيات، ومن كل مديريات إريتريا للنضال لأجل استقلال إريتريا. وأصبحت المرأة الإريترية تزاحم الرجل في السكنات واقتحام خنادق الأعداء. ومن رموز هذه المرحلة الشهيدة ألم تسفو، والتي تعتبر أول شهيدة في تاريخ الثورة الإريترية. ومن عام 1974 تم انعقاد المؤتمر الأول والتأسيسي للاتحاد العام للمرأة الإريترية في جبهة التحرير الإريترية. وإلى الآن بدون ملل أو كلل المرأة الإريترية تكافح وتناضل من أجل الحرية التي سلبت من قبل عصابة أسمرة، وذلك على تأسيس اتحادات وجمعيات من كل الطوائف والأديان الإريترية، متوحدين في رؤيتهم السياسية لمستقبل إريتريا الحرة. وبناء على هذا أشيد بالأخوات في أمريكا على تأسيس جمعية أو رابطة المرأة الإريترية في أمريكا الشمالية. وكما يعلم الرجل الإريتري المناضل، لا نجاح بدون مشاركة المرأة في النضال ضد النظام الوحشي في إريتريا، على أن يتحرر الشعب الإريتري من هذا الاستبداد القمعي للنظام الإريتري والإطاحة به وتشكيل دولة الديمقراطية والحرية
تتسم بالمساواة والتنوع والشمول. وأخيرا وليس آخرا، عاشت ذكرى 8 مارس للأبد النصر لنضالات المرأة الإريترية من أجل التحرير والعدالة، النصر لنضال الشعب الإريتري الديمقراطي. المجد والخلود لشعبنا وشهدائنا الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.